هو ازاي القدماء المصريين بنوا الهرم والانفاق اللي تحت الارض من غير اي وسيله للاضاءه ومن غير اكسجين او تنفس؟ وطبعا كلنا عارفين، واكبر مثال للموضوع ده هو الهرم نفسه بكميه الانفاق والغرف اللي موجوده جواه وعلى اعماق كبيره جدا، زي ما العلماء والمؤرخين اكتشفوها انه في بعض المقابر والمعابد موجوده تحت الارض على عمق اكتر من 160 متر. طب الكلام ده ازاي اتبنى وازاي العمال كانت شغاله تحت؟ وتعالوا نفكر فيها كده، هم الناس اللي عملت العظمه دي وبنت كميه الحاجات اللي لحد اللحظه دي محدش في العالم كله عارف سرها، ما عرفوش يوصلوا لسر الكهرباء في يوم من الايام. طب ايه سر الرسومات اللي موجوده على جدران المعابد زي معبد دندره مثلا، او اللمبه اللي مرسومه من غير سلك وكانها لمبه وايرلس؟ وتفتكر الناس دي كان عندها كهرباء او اضاءه واحنا لحد دلوقتي ما نعرفش؟ ما هو اكيد اللي عمل كميه الاسرار دي صعب ان هو ما يكونش اكتشف سر الكهرباء في وقت من الاوقات، يعني يكون عدى عليه كده بالصدفه ولا حاجه. يا ريت نروح دلوقتي نعمل متابعه بسرعه عشان احكي لك على حاجات غريبه قوي في الفيديو ده. الموضوع بدأ بعد دراسات كتير بسبب العمق اللي كان موجود عليه بعض المعابد او المقابر تحت الارض، لدرجه ان في بعض الحاجات وصلت من 120 ل 160 متر تحت الارض، زي مقبره رمسيس السادس او شكل الهرم نفسه الاسطوري اللي لحد اللحظه دي محدش يعرف كميه الحاجات اللي جواه اكتشفوها ازاي او حتى دخلوا لحد جواها وبنوها ازاي. واللي حير العلماء في الموضوع ده مش مجرد الشكل الجمالي او جمال البنيان او طريقه البناء نفسه، اللي حيرهم اكتر ازاي العمال قدروا ينزلوا للاعماق دي من غير اي وسيله للاضاءه ولا للتنفس، يعني ما كانش معاهم انبوبه اكسجين ولا كان معاهم سلك ولمبه وعمالين ينوروا بيها عشان يشوفوا الطرق اللي بيحفروا فيها ويبنوا البنيان العظيم ده. واللي زاد الموضوع غرابه اكتر انه المكان ده اكيد مليون في الميه مش هيوصل له نور الشمس نهائي، وفي نفس الوقت مش هيوصل له كميات اكسجين من اللي موجوده فوق الارض، يعني كميه الاكسجين تحت كانت محدوده جدا. طب ازاي العمال دي قدرت تتنفس وازاي قدرت تتعايش في درجات الحراره العاليه دي ومن غير اي وسيله للاضاءه؟ تعالوا نفكر مع بعض ان هم ممكن يكونوا استخدموا الشعله او النار عشان تستمر في انها تفضل مشتعله. طب احنا لسه بنقول انه مفيش اكسجين كفايه داخل لتحت في الاعماق دي، يبقى النار ازاي هتنور؟ ولو افترضنا ان النار فضلت شغاله معاهم، طب ما ده هيزود اكتر السخونه في المكان وفي نفس الوقت هيسحب كميه الاكسجين الموجوده، يعني هياثر على التنفس بتاعهم. يعني بديهي جدا كانوا اتخنقوا في الوقت ده وما كانوش عارفوا ياخدوا نفسهم. وتعالى نبص للافتراض الثاني، وهم انهم استخدموا بعض الاحجار اللي بتنور في الضلمه، بس تعالى اقول لك ان الاحجار دي مش بتنور بالنور الكافي ان هم اصلا يشوفوا، يعني بتبقى احجار اضاءتها ضعيفه جدا وفي نفس الوقت محتاجه انها تتساب فتره طويله جدا في الشمس عشان تمتص كل الطاقه اللي موجوده في الشمس وتقدر تعكسها في الاماكن دي بالليل، بس برضه ما كانتش هتعرف تنور كويس، يعني بالتالي ما كانوش هيعرفوا يحفروا ولا يرسموا الرسومات دي على الجدران. عمليات الحفر والنحت اللي معموله هي من اصعب العمليات اللي ممكن تحصل ومحتاجه جسم قوي ومجهود جبار عشان العامل اللي شغال فيها يعملها بشكل مميز زي ما هو حاصل. والاماكن الضيقه والاماكن اللي محفور فيها سواء الهرم او المعابد هي اماكن ضيقه جدا وموجوده تحت الارض. ده اللي جرب في مره ان هو يدخل الهرم كان ممكن يتخنق وهو داخل رغم انه عارف انه داخل مكان ضيق، ما بالك بقى اللي كان بيحفر اصلا من الاول. معنى كده انه كان محتاج حاجه قويه تنور له ويبقى فيه مصدر كويس للاضاءه عشان يشوف هو بيعمل ايه ويقدر يتنفس بشكل كويس. ولو افترضنا اصلا ان هم فعلا كانوا استخدموا النار وكملت معاهم، فالنار في الاماكن دي كانت هتعمل هبو وسواد على الحيطان وكان هيبان الكلام ده على الجدران بتاعه المعابد. لكن الحقيقه ان جدران المعابد وجدران الهرم نظيفه جدا وما فيهاش اي سواد، بيدل على ان كان في نيران موجوده في الاماكن دي اصلا، واكيد هم ما نظفوهاش قبل ما يخرجوا يعني. وتعالى اقول لك الاكتر انه في رسومات بالوان مميزه جدا موجوده على كل الجدران، ولحد اللحظه دي محافظه على الوانها وعلى اشكال الرسومات. ولو كان في نار موجوده في الاماكن دي فبرضه كانت هتبوظ الالوان دي وكانت هتاثر عليها بشكل كبير جدا. معنى كل الكلام اللي فات ده ان الموضوع ما كانش عشوائي وما كانش فيه نيران او وسائل اضاءه تانية، يعني ممكن يكونوا كان عندهم وسائل اضاءه زي اللمبه بتاعه اليومين دول. واللي اكد على الكلام ده هي بعض الرسومات اللي موجوده في بعض الاماكن زي معبد دندره اللي عملنا عنه فيديو كامل قبل كده، تقدر تشوفه على الصفحه ولو عايز نسيب لك اللينك بتاعه اسيبه لك. والرسومات دي اتكررت على بعض الجدران في معابد تانية زي معبد ابيدوس في كومومبو، واتكررت في اماكن كتير، وهي رسمه عباره عن حاجه شبه اللمبه بشكلها الحالي اللي احنا عارفينه دلوقتي. عارفين اللمبه بتاع زمان اللي كان جواها سلك وكانت شفافه وبنقدر نشوف السلك اللي جواها؟ نفس الشكل ده هو اللي اتكرر على جدران المعابد. ده كمان على جدران معبد دندره اترسم حاجه شبه انتنه كانها بتوصل كهرباء وايرلس، يعني مش مجرد كهرباء بس، دي كهرباء بدون اسلاك. واللي اكد على الموضوع ده بعض الباحثين زي الباحث رضا عطيه الشافعي او الدكتور عبد الرحمن ريحان، والناس دي باحثين في علوم الحضارات المصريه القديمه. وطبعا الناس دي عملت ابحاث على الموضوع ده وطلع فعلا ان المصريين القدماء اخترعوا اللمبه بشكل تاني هقول لك عليه. لكن اكد كمان اكتر على الموضوع ده مهندس نرويجي عمل شكل مبدئي لللمبه اللي هقول لك عليها دلوقتي عشان يجرب اذا كانت اللمبه دي هتنور ولا لا. واكد على كلامه تاني مهندس اسمه بيتر اللي برضه عمل نموذج مصغر علشان يشوف القدماء المصريين اخترعوا اللمبه ولا لا. والمهندس كمان نشر الخطوات بتاعه التجربه دي عشان اي حد عايز يجرب التجربه دي يقدر ان هو يجربها. وتعالى نشوف ايه اللي حصل معاهم. النموذج ده كمان اتعمل في مؤسسه تثقيفيه موجوده في سويسرا. المؤسسه دي مسؤوله عن الحضارات القديمه والثقافه اللي كانت فيها، والنموذج ده موجود حاليا فيها. بس تعالى نفكر مع بعض واقول لك ان هم فعلا لو اكتشفوا اللمبه زمان
طب يا ترى نوروها ازاي وكان ايه مصدر الطاقه عندهم؟ كان في فيديو كامل قبل كده شرحنا فيه ان الهرم هو مصدر للطاقه ومش مقبره زي ما احنا كنا عارفين، وازاي هو كان مصدر طاقه كبير جدا بالنسبه للقدماء المصريين، وازاي كانوا بيستخدموه في توليد الكهرباء. وبرضه هسيب لك لينك الفيديو ده في الكومنتات. بس نيجي هنا ونقول انه بعيدا عن قصه الهرم كان في قصه ثانيه لحاجه غريبه جدا اكتشفوها في حضارات قديمه زي الحضاره المصريه والعراقيه والهند، وهي عباره عن جره. الجره دي حاجه شبه القله، اكيد كلنا عارفين القله وشربنا منها كتير. ولا قول لي انت عمرك ما شربت من القله؟ قول لي ها، شكلك عمرك ما شربت من القله. الجره في الاول يبان شكلها عادي جدا، بس مع تحليل الجره دي اكتشفوا حاجات غريبه جدا موجوده جواها. العمال لما اكتشفوا الجره دي اكتشفوا اكتر من جره موجودين جنب بعض وكانوا متوصلين ببعض، كأن اللي موصلهم عارف ان هم بتوصيلهم ده هيولدوا طاقه بشكل معين، يعني عدد فولتات معينه. كأننا مثلا بنجيب دلوقتي الحجر بتاعنا ونوصل اكتر من حجر او اكتر من بطاريه جنب بعض عشان نولد كميه معينه من الفولتات. وبنفس الطريقه دي كانت بتوصل الجرات دي جنب بعض. ولما جم يحللوا جوه الجره دي موجود ايه، اكتشفوا جواها اسطوانه عباره عن اسطوانه نحاسيه وجواها قضيب حديد، وفي ريحه خل طالعه من الجره دي بشكل كبير قوي، وده معناه انه كان جواها خل، والخل هنا هو موصل جيد جدا للكهرباء. يعني هي بمعنى اصح شكل شبيه بالبطاريه بس بشكل مختلف شويه عن البطاريه اللي احنا عارفينها اليومين دول، بس هو كان شكل بدائي يقدر ان هو يولد كميه معينه من الطاقه عشان يستخدموها في الاناره لو كان عندهم اللمبه. العلماء بقى لما اكتشفوا الجره دي عرفوا انها كانت بطاريه بس بشكل مختلف شويه عن البطاريه بتاعتنا دلوقتي. والحقيقه ان الجره دي فضلت موجوده في العراق لحد ما اختفت فجاه في وقت من الاوقات، ومن بعدها بدات الناس تتكلم عليها واصبحت كانها شبه اسطوره، بس الناس متاكده انها كانت موجوده. وبعد فتره من الفترات اكتشفنا نفس الجره دي بنفس النموذج المتطبق في دوله الهند، يعني كانت موجوده في الحضاره العراقيه وموجوده في الحضاره الهنديه. طب تفتكر كده انه الحضارات دي كانت فعلا عندها مصدر للكهرباء زي المصدر ده، وكانوا بيستخدموه على انه مصدر لتوليد الكهرباء عشان يقدروا يستخدموا حاجات تانية زي اللمبه مثلا؟ يعني معنى كده ممكن يكون القدماء المصريين كان عندهم لمبه فعلا وبتنور. بس في نظريه تانية بتقول ان الجره دي ملهاش اي اساس من الصحه وملهاش اي علاقه بتوليد الكهرباء، بس هم كانوا بيستخدموها في بعض اعمال السحر. اما اللمبه اللي مرسومه على بعض الجدران فهي مجرد اسطوره من ضمن الاساطير الكتير عند القدماء المصريين، وهي بتعبر عن زهره اللوتس وطالع منها الاله حورس. انا عادل مجدي، شير كتير للفيديو ده عشان نعرف ان حضارتنا المصريه كانت حضاره قويه جدا ومرتبطه بحاجات كتير لحد اللحظه دي لسه ما عرفناهاش. ومستنيك تعمل متابعه ضروري لو لسه ما عملتش متابعه لحد دلوقتي. وبرضه مستني رايك، تقول لي هل انت معتقد ان القدماء المصريين كان عندهم وسائل اضاءه ممكن يكونوا كانوا بينوروا بيها في الاماكن الضلمه جدا اللي تحت الارض، عشان كده قدروا يبنوا الحضاره العظيمه دي؟